جدي الله يرحمه كان عنده ولد وتلات بنات، كتب للولد كل أملاكه وما كتبش للبنات أي حاجة، بس وصى خالي إن لما بناته يكبروا في السن ويبقوا قادرين إن هما يمسكوا الفلوس في إيديهم وجوازتهم مش هياخدوها منهم ابقى اديلهم حقهم. وللأسف خالي ادى لاخواته الكبار فلوسهم، لكن جه على أمي لأنها الصغيرة ومرضيش يديها حقها. أمي قالت له أنا محتاجة للفلوس وجوزي ظروفه على قدها، قال لها أنا ماليش دعوة، انتي هتاخدي فلوس ابويا علشان تديها لجوزك الصايع دون يصرفها على نفسه ويجيب بيها سجاير؟ امي قالت له مالكش دعوه، ده حقي، ان شاء الله اخد الفلوس واولع فيها، انت ما يخصكش. قال لها طب يبقى وريني بقى هتاخدي الفلوس ازاي، ومشي وسابها. مرت الايام وابن خالي حبني جدا وجه وكلم امي، بس امي بصراحه مش حباه ومش طايقاه لانه شبه خالي. ولما ماما رفضته وقالت له لا انا مش هديك بنتي فضل يعيط ونفسيته اتدمرت. وخاله قال له امي انا هديكي حقك بس وافقي ان ابني يتجوز بنتك. بس امي مش راضيه، يا ريت تقولوا لي اعمل